في ظاهرة منتشرة في رمضان كلنا بنشوفها للأسف، وهي فكرة إن في ممثل ما أيا كان، يعني مش هنحدد اسم لأنهم كتير جدا اللي بيعملوا الكلام ده، ينزل صور عنده على الفيسبوك، والصور دي متاخدة من القهاوي إن الناس يعني بتتفرج على المسلسل بتاعه. والواقعة دي حصلت كتير جدا في أكتر من محافظة، حصلت في القاهرة، حصلت في اسكندرية، في يعني في قهاوي كتير جدا، إن بيعدي حد من شركة دعاية وبيقول لصاحب القهوة، يقول له لو سمحت حول على المسلسل الفلاني وهتاخد في الصورة 500 جنيه. الكلام ده اتشاف يعني من ناس كتير جدا، مش انا بس يعني. من حوالي 5 سنين كانت بدأت الظاهرة دي، يروحوا للقهاوي ويخلوا صاحب القهوة، وهم مشغلين بقى الماتش، مشغلين اي حاجة، فصاحب القهوة يستأذن ويقول للناس يا جماعة بعد اذنكم معلش هنقلب على المسلسل ثواني بس كده، هنعمل حاجة كده وارجع لكم تاني. ولو سمحتوا اللي هو باصص بعيد بقى بص هناك، ففي ناس بتهزر بتقول له يا عم طب ماشي الحساب الشاي عليك، طب حساب المعسل ده عليك. فاهمين طبعا ان الراجل ده جاي يصور القهوة على اساس انها بتتفرج على المسلسل كلها، فينزلوا بقى على المواقع بتاعتهم وعلى الاكونتات، وتلاقي الممثل طالع بشكل فيك قوي، يحط خرزة زرقاء وايموجات بقى وخمسة وخميسة ومش مصدق نفسه يعني، اللي هو الحمد لله الله اكبر، احنا المسلسل الاول في مصر، احنا الترند رقم واحد في مصر، الحمد لله اشكركم جمهوري العظيم، جمهوري. وقعد بقى تشحتف ويتنادى. ايه يا عم القرف؟ وانت هو عارف طبعا كويس قوي ان الحاجات دي متاخده ازاي، عارف انها متاخده طبعا بالصوره ب 500 جنيه في القهوه. وده بيتعمل كتير جدا، وشركات دعايه كتير قوي بتعمل الحركه الهبله دي. رمضان اللي فات كان بدات حاجه جديده وظاهره مرعبه جدا، ان الناس بقوا يجيبوا صور او يعرض صور لناس في بيوتها. طبعا ما بتكلمش عن شخص معين يعني، لكن بقى اللي يعني ايه اللي على راسه بطحه زي ما بيقولوا بالبلدي، لكن اللي على راسه بطحه بقى زي ما بيقولوا بالبلدي كده هو اللي هيقلق يعني. بيتصور، بيجيبوا ناس من جوه بيوتها، فتلاقي اطفال قاعدين بيتفرجوا على المسلسل ومتصورين من ظهرهم، يعني حاجه الناس فده في استغلال حاجه الناس للمال، يعني مثلا ممكن حد فقير ولا حاجه محتاج فلوس فتلاقيه مصور عياله الاثنين. طب انت لما نزلت صوره عيال طفلين قاعدين ولا 3 اطفال قاعدين قدام تلفزيون فيه المسلسل بتاعك، انت كده اثبتت للناس ان انت ليك شعبيه. يعني في اطفال بالذمه هتتفرج على مسلسل فيه دراما؟ يعني احنا كنا اطفال برضو كنا نتفرج على حاجات الكوميدي بس حضرتك، لكن ايه اللي انت وصلت له يعني؟ وهل دي حاجه تخلي الناس تتشجع انها او يضحك عليها بان مسلسلك ناجح؟ ان انا هتفرج على مسلسل لمجرد ان طفل تابعه، هثق في تقييم الطفل يعني لمسلسل فانا اتفرج عليه؟ يعني شايف غباء كده وعبط. ويصوروا عيني ستات مش بتودي وشها بعيد، لان هي معروفه عارفه انها واخده فلوس، فممكن الناس تعرف ان هي اخد قرشين عشان تنزله بيوت بسيطه وبيوت مش، فالناس بتصورها كده يعني، تحس ان في قهر يعني، ميل على كام اسره فقيره ولا كام حاجه واستغل حاجتهم المال عشان. طبعا هتقول لي بقى ايه؟ طب هو كله بيعمل الكلام ده؟ ما اعرفش والله، بس في ناس بتعمل الكلام ده، انا ما بقصدش كله طبعا. لكن انت بقى ودماغك، انت شايف ان في حد عاقل هيبقى قاعد في بيته يتصور وهو بيتفرج على المسلسل ويبعتها للفنان ويقول له نزلها عندك على الصفحه عشان تثبت للجميع يا فنان ان كل الناس في مصر بتشوفك؟ ولو السلوك ده سلوك فردي وفعلا يجي من واحد، هل ال 60 70 صوره اللي بينزلهم على الاكونت بتاعه ايا كان، ما بقصدش حد، انا بقصد الكلام ده بدا من رمضان اللي فات، فهل المجتمع في مصر يعني اتفق مره واحده مجموعه منه انهم يعملوا نفس السلوك، يصوروا نفسهم وقاعدين بيتفرجوا على المسلسل ويبعتوها لك يا عم النجم يا عبقري؟ اكيد انتوا فهمتوا احنا بنتكلم عن مين. طبعا ما بتكلمش عن حد عموما، بس انت جه في دماغك حد، انا مش مسؤول عن اللي جه في دماغك بقى. تطلع بعض الناس التانية، تيجي ناس تانية تعمل لك مسابقة عن مسلسلها، هتقول لي طب ما ده خير، ده ما دي حاجة جميلة، حاجة جميلة جدا لما تقول ان انا بعمل ترويج للمسلسل بتاعي. احترمك لما انت تقول انا بعمل دعاية للمسلسل وبعمل مسابقة، فبالتالي انا كسبان وانتوا كسبانين، انت بتتفرج على المسلسل بتتابع وبتحل الاسئلة اللي انا بديها لك، فانت تمام جدا وانا بكسب، وانتوا ليكم فضل عليا حتى في المسابقة، لان انت برضو ايه بتتابع بسبب، بتتابع بتزود نسبة مشاهداتي وانا بدي لك قصادها، يعني علاقة تبادل منفعة. احترمك لما تبقى الحكاية كده، لكن تبقى عامل المسابقة وانت من ضمن الاغراض اللي ممكن تيجي في دماغ الناس يا سيدي، ما حدش هيخش في نيتك انها للترويج للمسلسل، او في النهاية سيتم الترويج للمسلسل عن طريق المسابقة دي، وتطلع تتكلم على انك بتتصدق على الناس. انا ايه، انا اخد عهد على نفسي ان انا ايه اديلكم من اللي انا بيجيلي. فمش انت صاحب جميله على الناس، بالعكس الناس هي اللي ليها جميله عليك بقى في الحته دي. ليه؟ لان انت في الاخر بتدي في المسابقه دي
المسابقة لواحد او لاتنين او ل10، لكن اللي تبعك عشان المسابقة دي هيبقوا 100,000 على الاقل مثلا. فانت كده الناس برضو انت ما اديتلهاش حاجة، اسمها استجدعت، هم اللي برضو اللي استجدعوا معاك املا في انهم ياخدوا جايزة وما خدوش حاجة كلهم، خد بس الجوائز دي 10 اشخاص. طب انت ممكن يكون لك برضو مالكش جميل على ال10 اشخاص دول، لان هم عملوا حاجة خدوا قصادها فلوس، تابعوا لك المسلسل وخدوا قصادها فلوس. فمش كمان هتكسب مشاهدات وتحنس الناس بفلوس فالناس تتفرج وتكسب مشاهدات وتعمل ده كله، وفي الاخر كمان عايز تعمل شعبية على الكلام ده كله وتقول اصل انا جدع، وعشان الناس كمان تطلعك بقى جدع وبيقف مع الناس الغلابة ومش عارف ايه كمان. يعني انت زي المنشار كده طالع واكل نازل واكل، عامل مسابقة كسبت منها ان الناس اتفرجت عليك، وبعد كده كمان اللي كسب في المسابقة وانت ما اديتش للناس كلها لكن اديت بس 2 3 منهم، اللي كسب في المسابقة اديت له، وكمان تعمل كمان شعبية على حس الكلام ده انك راجل بتاع خير وجدع. يعني انت ما تبطلش تعمل مسابقات اعملها، لكن ما تغلفهاش في ثوب الجدعنة ما تغلفهاش بقى او تلبسها ثوب الجدعنة والصدقة. قال انا ايه يعني بعمل واجب مع الناس، او انا طالع جدع يعني مع الناس اهو بديهم حاجة برضو عشان الناس دي بحبها. لا يا حبيبي، ده ترويج مسلسل وحلو احترمك عليه اعمله وكتر منه عادي جدا، لان ده حاجة جميلة جدا. كده كده الناس مش هتتفرج على مسلسلات كلها يعني، فانت عشان تشد الانتباه ليك احترمك لانك راجل ذكي، ولكن ما احترمش ابدا التضليل، او احترمش ابدا الطريقه اللي بتطلع بيها المسابقه مثلا او اي حاجه من الحاجات دي على انها صدقه او جدعنه، او ان انا عامل واجب، او انا ابن بلد قوي، او انتوا بحبكم زي اخواتي وقرايبي وعيلتي والمجتمع والناس فانا عشان كده عملت معاكم كده. لا، من ضمن يا معلم النتائج لتصرفك ده ان تم الترويج لمسلسلك، فالنية دي محلها القلب بقى ويعلمها ربنا سبحانه وتعالى، لكن في الاخر ده تبادل منفعة، تجيبها يمين تجيبها شمال فهي دي تبادل منفعة. انت الناس بتتفرج على المسلسل عشان تحل لك المسابقة، وقصاد كده او الاغنية بتاعتك بتتوقعها عشان تكسب المسابقة، بعض الناس يعني روجت باغاني وبعض الناس مش عارف ايه، وفي نفس الوقت انت بتروج لاغنيتك او لمسلسلك، فتبادل منفعه صريح جدا. لا الناس موجبه معاك ولا انت موجب معاها وعامل واجب، ولا انت بتحب الناس قوي فبتعامل كده. لان يعني هنبدا نشوف بقى لما يعني الناس اللي بتعمل الكلام ده تبقى نجوم بجد زي عادل امام، الناس بتجيلهم فعلا من غير مسابقات من غير اي حاجه خالص. هنشوف هيستمروا على موضوع المسابقات ده ولا لا، وانا بقول لا. ومش لا ان هم مش هيعملوا كده، لا مش هيوصلوا يبقوا زي عادل امام والنجوم الجماهيريين، لان انت طبيعي انك تركز على المحتوى اللي بتقدمه للناس، مش انك تركز على السلوجان اللي هتقولها، الجملتين اللي هتفضل تكررهم طول المسلسل، ولا الشخصيه اللي بيزعق وبينعر وبيجعر، ولا الشبحانه والجدعانه والفتوانه والكم مزه اللي بيجوا يكرشوا عليك في المسلسل يعني. وطبعا انا ما بتكلمش عن حد معين، ولو جه حد في دماغك دي مسؤوليتك انت. المهم الناس مش هتركز في الكلام ده كله، قدم محتوى يخليك نجم جماهيري، ناس بتنزل له السينما تروح له، ناس تتفرج عليه في المسلسلات لانه بيقدم حاجه مسليه وفيها مضمون محترم. لكن ايه المضمون في ان انا اروح قايل كلمه طول المسلسل، اكون قاعد بدور طول المسلسل وشاغل دماغي طول السنه عشان الاقي جمله تعلق مع الناس، تيجي السنه اللي بعدها تنساها وادور على جمله تانية اروح قايلها. هو ده اللي انت بتدور عليه؟ وحشي بقى المسلسل اي حاجه يعني، هو افيه او لازمه سينمائيه يعني، جمله بتتقال طول المسلسل زي احسن من الشرف مفيش، ويا يا ده كان زمن والله جميل جدا، كانت اللازمه تطلع من حد كده نشنت يا فالح تبقى ايقونيه تقعد في التاريخ من غير ما يتعب نفسه ولا حاجه، والمؤلف شغال عامل قصه جميله، المخرج عامل فيلم حلو، وهو كممثل يعمل اداء عالي جدا واللازمه تطلع وتبقى تاريخيه. لكن احشي مسلسل عشان اروج في الاخر لجمله، ونفس القصه بتاعت امبارح هي القصه بتاعت النهارده هي القصه بتاعت المسلسل اللي جاي، لكن هتتابعوني عشان المسابقه. طب انت لو نجم جماهيري كنت هتطلع المسابقه؟ الاجابه لا، هتبقى نجم جماهيري، ولو بقيت لسبب يعني صدفه كونيه او يمكن انا اكون غلط عادي جدا وتبقى، فهنشوف وقتها هتطلع المسابقه ولا مش هتطلع المسابقه. في كل الاحوال انا اتمنى المسابقه تستمر،
طالما في ناس بتستفيد منها ما احبش اقف ضد حاجه الناس بتستفيد منها. لكن اتمنى بس الشكل العام بتاع المسابقه دي ما يبقاش ان انا بتصدق او ان انا بستجدع مع الناس. دي اسمها ان انت الناس شافت لك مسلسل خدت قصادها مشاهدات، الحركه دي تطلع قصادها مسابقات او مكاسب. ويا ريت نخف كل بقى الناس تخف من جمله الترند رقم 1 اللي مسلسل الشارع وصور القهاوي مدفوعه الاجر. لو في صور قهاوي مش مدفوعه الاجر، ولو اني مش عارف ازاي مش مدفوعه الاجر، تصوير الناس اصلا جريمه، لازم تاخد اذن الناس قبل ما تنشر صورهم على الانترنت. فهي يعني تنساش تشترك في القناه وتفعل الجرس وتدوس لايك لو الفيديو عجبك، وانتظرنا في الترند الجاي.